والمغرب ما فيش ديكتاتورية مطلقة. دابا ما فيش يعني ما فيش ديمقراطية مطلقة وما فيش ديكتاتورية مطلقة. الأمور في واحد المستوى كترتفع لعند جلالة الملك، ملي كترتفع لعند جلالة الملك كتدخل لواحد المربع. ما دون ذلك أنتم كتشوفوا الحمد لله حنا كنتكلموا مع السيد رئيس الحكومة ومع غيره ومع غيره. بطبيعة الحال أنا شخصيا كنكون قاسي معه، هو ماشي غير بوحدي كيظهر لي تاسي وأنت وبعضكم إلى آخره. تلقاني في الضريح الليلة ديال عيد المولد، غير مشى سيدنا جا كيجري عندي، أنا كنت في القونت مخبي في واحد القنيطة، جا قال لي حشومة عليك. الحقيقة أنا فاجأني، ما سلم عليك، قلت له قول السلام عليكم بعدا ومشى. بقيت كنفكر ما انتبهتش علاش قال لي حشومة عليك، حتى من بعد عاد تا داز الوقت. انا عندي شويه النقص في الذكاء في الربط ديال الاحداث، هذا هو انا فيه زرق. فهمت انه جا قال لي حشومه عليك، علاش قلت له مسيو اخنوش فوزيت ان فولور. هادشي اللي كنظن، حتى ديك الساعات كان وقع شي حاجه قلتها هكذا فهمتي ولا غادي يكون بقى فيه الحال. قال لي حشومة عليك، عاد بقيت كنفكر ويمكن عاونني السي دريس باش وصلت شنو هو قال لي عندك الحق السبب إلا هي هذه الكلمة اللي غتكون قصحات وقعت فيه. أنا ما قلتلوش باللي أنت سرقتي المقاصة، وخاد القضية المقاصة حتى هي فيها كلام، ولكن ماشي هادشي اللي جبت له، لا. أنا كنت كنتكلم معاه على واحد الحاجة بسيطة كتبان بسيطة، وهو أنه كانوا عيالات داخلين في النظام ديال الأرامل، كاين اللي كانت كتاخذ 7000 ريال، كاين اللي كانت كتاخذ 14000 ريال، كاين اللي كانت كتاخذ 21000 ريال. جا لهذوك مالين 14 و 21 حيدهم ورد لهم كلهم 10000 ريال، وجا لهذوك مالين 7000 ولا 10000 ولا 14 ولا 21 واللي المؤشر ديالهم طالع لأنهم شراو تليفون ولا لأنهم ما نعرف شنو، فهمتيني ولا لا، وحيد لهم كل شيء. دابا هذا السيد هذا ما عندوش الحساسيه، لان كيقول لك الدوله الاجتماعيه مستحيل. السيد السي عزيز مستحيل، حيت هو قال لي حشومه عليك، لانه في الحق احنا اصدقاء، كنا اصدقاء كانت عندنا علاقات وديه، وكان يجي عندي للدار ويجي عنده انا واحد المره للدار الى اخره، فهمتي يعني. ما وانا في الحقيقه انا واحد الانسان ما تنحقدش، حتى الناس اللي كيأذيوني لا. جا عندي هذاك بن سعيد، جا عندي البارح في الضريح، قال لي انا هو اللي قلتي بلي انا باقي صغير وداك الشيء، فهمتي ولا. قلت له وانت دابا، قلت له ما لقيتي ما دير، مشيتي لعند الطلبه لعند الشبيبه تحيد لهم الماكله. قال لي راني شرحت هذا الشيء للسي نبيل بن عبد الله، كان مع نبيل بن عبد الله. قلت له عمرك شتي شي سياسي كيشرح بشي طريقه معقوله؟ فهمتيني ولا. هادشي اللي كتقول انت بقى كيضحك على راسو وعليا حتى انا معاه، فهمتيني ولا. ومشى في حالته. دابا هادو خصهم الحكم قبل ما يكون مهارات، وقبل ما تكون قادر تربح الفلوس وكذا الى اخره. مزيان تكون قادر تربح الفلوس وتجي وتقابل شي وزاره، ماشي رئاسه الحكومه. هو احساس بالمواطن. وانت السي نصاب السي عبد الله دير واحد الخدمه، تشوفوا هاد السيد شحال ربحات الميزانيه من اللي حيد هادوك الارامل اللي كانوا كياخذوا 21 ولاو تياخذوا 10، وكانوا كياخذوا 14 ولاو تياخذوا 10، ولا ما بقاوش تياخذوا حتى ديك ال10. شحال ربح كاع؟ هو وزع 95 مليار ديال الدرهم ياك، ما بين التعليم ما بين كل شيء 95 مليار ديال الدرهم. الا لقيتيو مليار ديال الدرهم ربحتها الميزانيه في هذا الشيء، انا نقدم استقالتي من هذه السياسه ومن هذا الشيء كامل. علاش ما كتنتبهش؟ خاصك تفكر الا كنت قريتي ولا ما كنتيش قريتي، تمشي تقرا السي عزيز، تمشي تقرا ان سيدنا عمر رضي الله عنه
يعني لما طاف بالليل ووجد أرملة تطبخ لأولادها الحجر ومشى جاب لها الماكلة وداك الشيء إلى آخره، وقال لها وكتب لها ورقة وقال لها توقعي لي هنا باللي أنا جبت لك حقك، وقال لهم هذه الورقة هذه دفنوها معايا. استقرا هذا الشيء، أنت ما قاريش. خصك باش تحكم، باش تكون رئيس الحكومة خصك. ولهذا داك الشيء اللي درتي أنا نقولها لك ونعاودها لك، سرقت أموال أرامل عندهم أيتام، ردها لهم. أنا كنصحك قبل ما تمشي عند الله ردها لهم. كلهم يجيبوا لك اللائحة، راه ما ربحتي والو. هذيك الحسابات ديال الحانوت وديال التجارة وداك الشيء ما صالحالكش هنايا. خاصك ما تظلمش الناس، ما تظلمش. مرة كانت كتاخذ 21,000 ريال، علاش تردها لها؟ علاش تردها لها 10,000 ريال؟ علاش هذيك 11,000 ريال انت اللي كتجيك حاجه بسيطه، ولا 4,000 ريال اللي كتجيك حاجه بسيطه؟ 4,000 ريال راك تعيش بها ديك المره سيمانه، 11,000 ريال نقول لك واحد القضيه غتعجبنا راك تعيش بها شهر. ولكن انت جاك هذاك الشيء رقم بسيط حيدتيه والسلام عليكم ورحمه الله. اولا دوك الناس اللي خدامين معاك راه ما عندهمش هذا الاحساس. هو علاش دار الله سبحانه وتعالى، دار رئيس الحكومه باش يكون عنده الاحساس اللي ما كاينش عند هذوك الناس الاخرين. او الا كنت بغيتي غير تحيد السميه ديال عبد الاله بن كيران وديال الارامل، انا غنقول لك واحد القضيه، راك غير كتضيع وقتك، غير كتضيع وقتك. علاش؟ حيت انا سميتي اما مكتوبه عند الله راه ما غتمحيهاش، اما ما مكتوباش عند الله راه لا فائده واخا تمحيها ولا تخليها ولا دير ليا، فهمتيني ولا لا؟ يعني ما نعرفش ندير ليا.